تواصل القافلة الطبية في ولاية عنابة تقديم خدماتها بالمناطق النائية، حيث وصلت إلى بلدية وادي العنب لإجراء فحوصات طبية مجانية لصالح سكان المنطقة. المبادرة حظيت بترحيب كبير واستحسان واسع من الأهالي الذين عبروا عن شكرهم لهذه الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية في المناطق البعيدة. المراسلة لزهير الشطب. المحطة الثالثة لقافلة عنابة الطبية المجانية حطت رحالها ببلدية واد العنب لتقديم الفحوصات ومختلف المساعدات لكل العائلات. اليوم نقوم بمعاينة الأطفال للعائلات اللي تبعد عن أماكن استشفائية. نظمت الجمعية الوطنية شباب الجزائر الجديدة من أجل التنمية مكتب ولاية عنابة قافلة طبية مجانية تحط الرحال حاليا في واد العنب لفائدة النساء الحوامل والأطفال الرضع. اليوم احنا في بلدية واد العنب رانا نلاحظوا أن المواطنين راهم فرحانين بهذه المبادرة. حضور أطباء أخصائيين شبه طبيين نفسانيين أطباء عامون. أي أم هنا راح تجي تتلقى الفحص الطبي اللازم، طب أطفال، مع أيضا كاين هناك قابلات راح نمدوا لها ترمومتر فرونتال للطفل تاعها باه تقيس درجة الحرارة في المنزل. المواطنون اعتبروا المبادرة جديرة بالاهتمام لمساهمتها في الكشف والقضاء على الآلام. جيت أنا عنية بك، جيت عجل طبيب في عقبت والله ما شاء الله يعني ملاح. قافلة طبية حاجة ملاحة هذه، جاونا لنا واد العنب حاجة ملاحة. والله ملاحة خويا حال، والله ملاحة الحمد لله الحمد لله. متوالفين هكذا ديما إن شاء الله مليحة، الشيء اللي تخدم الجزائر كل مليح. يرحم والديكم كتر خيركم. الحمد لله. القافلة الطبية مبادرة أكثر من إيجابية لأهدافها الإنسانية.